يا صباح الخير صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير جميعا. ورجعت لكم بفيديو جديد بروتين جديد. ما بعرف حبيتوا الفيديو اللي قبله؟ ما شفت كتير عليه تعليقات، يعني ما بعرف، في عليه مشاهدات بس ما كان عليه تعليقات. بس في صبية والله علقت لي قالت لي كتير حلو روتينك، بس الورق الجدران اللي حطيتيه لهذا حيطتيه بالمقلوب. بصراحة أنا ما انتبهت يعني إنه حيطته بالمقلوب. بعدين لا انتبهت. بس هي أنا لازم كنت أشتريها أفقية، بس أنا اشتريتها عمودية. يلا مو مشكلة، المهم لزقناها وصارت شكلها حلو. هون بعد ما أنا فقت يعني وشربت النسكافيه وشعلت الصوبة وعملت لهم للولاد حليب، فقلت ألملم البيت يعني مشان أعمل لهم فطور وأشوف شو رح أطبخ اليوم. هون أنا عم بلملم البيت، يعني مثل ما بتعرفوا هذا روتين تنظيف اليومي، يعني مو تعزيلة ولا تنظيف من العمل، هذا التنظيف اليومي، تمسيح الغبرة، تكنيس الغرفة، هيك شي يعني. طبعا هاي الطاولة كل يوم أنا بمسحها، يعني بناكل عليها، بنشرب عليها، دائما بكون عليها، يعني دائما بنستخدمها، يعني شي بتستخدميه دائما بدك تنظفيه، دائما بده تنظيف. هو روتينات وهيك. جو الشتاء هيك حلو. بس الحوسة والله كتير شوي بتكون يعني تقيلة على الواحد، لأنه برد وشي، بس واحد يعني بده يتنشط مجبور، يعني بده يفيق وينظف، لأنه إذا ما نظفتي يعني بده يتراكم الوسخ. فأنا ما بحب أراكم يعني الوسخ حالي، بحب إنه أنظف أول بأول مشان ما يتراكم. بس يتراكم فهيك بعود صعب تنظفيه. فهون أنا ما يعني بحوز كل مرة شي، إنه ما بنظف كله مع بعض. كل مرة مثلا بقرر أنظف شي، مثلا وقت بدي أعزل المطبخ ما بعزله كله على بعض، بعزل كل مرة شغلة فيه هيك. والبيت كمان إذا بدي أنظف الغرفة بعزل فيه. طبعا المطبخ شوي تعزيلته صعبة يعني، فما بعزله كله على بعض، بعزل قطعة قطعة يعني فيه، خاصة اللي عنده أولاد صغار وبالبرد بيعرف هالشي يعني. هون بعد ما نظفت هيك وعملت حوسة على السريع، تكنيس وهيك. بعد ما نظفت الغرفة وشي وحست حوسة على السريع يعني، عملت لهم للولاد فطور. وفطرنا وهيك. بعد ما نظفت الغرفة فطرنا وجليت الجليات جليت الجليات ونظفت البيت وفطرت الولاد. فقعدت هون أعمل لي استراحة أو بريك، وكنت عم بتفرج على مسلسل. قلت هيك أخذ فاصل وأشوف شو رح أطبخ اليوم، يعني شو رح أعمل اليوم أكل. والله فكرت هيك، كان في عندي فروجة بالبراد وفي عندي شوية بطاطا، فقلت أحسن شي أعمل أكلة سهلة وخفيفة، فعملت لهم فروج بطاطا. هون أنا عم بتبل الفروج بعد ما غسلتها. بحط لها معلقة من دبس البندورة ومعلقة صغيرة من دبس فليفلة، شوية زيت نباتي، وكنت أضيف الزيت الأصلي بس متجمد عندي هذا بالصحن لقيته، ضفت عليه. الزيت الأصلي كتير بيعطي طعمة. ومعلقة من الملح ضفت لها، ومعلقة معلقة صغيرة من البهار، ومعلقة كمان من اللهم صل على النبي، معلقة من الزعتر البري اللي بيقولوا له كيكوز، ومعلقة من الزنجبيل. هون بعد ما تبلتها جبت البطاطا صرت أقشرهم. تبلتها وتركتها على طرف، قلت خلي هيك تمتص النكهة كلها مع بعض. بعد ما قشرت البطاطا وخلصت هون صبايا الفروجة يعني نسيت أحط لها توم. والله أنا بالعادة بحط لها توم، بس نسيت بعد ما حطيتها بالفرن وهيك، فتذكرت إنه نسيت أحط لها توم. قلت يلا مو مشكلة، رح دوقها هالمرة بدون توم كيف رح تبين.
هون أنا وقت بقشر إلا بضل هيك بالهذا مالي خلق، فبجي بالسكينة بشيل البطاطا القشرة العلقان فيها القشارة ما بتروح، إذا بتقشرها بالقشارة بتروح كل البطاطا. مع هون صرت أقشر البطاطا بهالشكل. أكلة طيبة والله ما بعرف، مغذية ومفيدة وسهلة التحضير يعني بهالشتا هيك واحد بحب يحضر أكلات سهلة. هون غيرت الصينية لأنه الصينية هديك حسيتها صغيرة ولازم هيك تاخد راحتها مشان تستوي كلها. هون بلشت ألفها هيك بورق السيليفون مثل ما لكم شايفين. لفيتها منيح قلت مشان هيك تستوي تنهنه بسرعة معنا. حطيتها على الفرن، فهون بحسب كل فرن في، أنا هذا فرني بطول يعني تقريبا من ساعة إذا حطيت له هذا ورق السيليفون منيح يعني، فبطول هيك ساعة ونص ساعتين كترت حسب بقى كل فرن. في يعني فرن بطول ساعة حسب بقى. هون مشان قلت لحالي مشان ما يتراكم علي الجلي وخليني أجلي الجليات أول بأول. هون بتعرف واحد بس يطبخ طبخة يعني أي طبخة لو بده يصير جلي وإذا ما لحقتي وتجلي أول بأول رح يصير كارثة المطبخ يعني بعد يعني بعد الطبخ رح يصير كتير صعب. فأنا هون قلت أجلي أول بأول مشان ما يصير هيك كركبة بالمطبخ. يعني في جلاية بس يعني العلم في قطع ما بتدخل على الجلاية ما بتنضف يعني، خاصة إذا كان هيك فروج وهذا فما بتنضف بالجلاية وبتزنخ كل الجلي. أنا هيك شغلات مثلا سويت البيض أو شي ما بدخلها على الجلاية بنضفهم هيك على إيدي. وخلصت فقلت أبلش أعمل صحن السلطة. فكان في عندي شوية خيار وفي لبن كان عندي، ما حبيت أعمل عيران، قلت طالما في عنا هيك خيار رح أعمل جنبه سلطة خيار بلبن طيبة يعني. طيبة بالشتوية. والمي كانت ساقعة. هون بقى صرت أفرم الخيارات، منظر الخيار بشهي لونه أخضر كتير بحب هيك الخضرة طيبة. الخيار البندورة مفيدة يعني لازم الواحد يعملها دائما. يعني بحس الخضرة مفيدة للأولاد للكبار، الخضرة الفواكه هدول فيهم كتير بروتينات مفيدة للجسم يعني لازم الواحد يشكل دائما من الخضرة من الفواكه يجيب كل أنواع الخضرة. هون انتو بتعرفوا مثل سلطة خيار بلبن ما بعرف شو بتقولوا لها. هاي السلطة بدها الخيار يكون ناعم يعني ناعمين منيح. أنا ما كتير بنعمه منيح وما كتير خشن ما بعمله وسط. في طريقة تركية كمان بيبشروه بالبشارة ولا بصراحة ما حبيت هيك بالبشارة، حسيت هيك عطت مي الخيار عطت مي ومع اللبن ما بتعطي نكهة طيبة. أنا بفضل أقشرها على إيدي يعني ما حطها بالبشارة أو هيك شي. ما بحب كتير 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 ناعمة ما بحب يعني، المهم ما تكون كبيرة ما تكون صغيرة وسط يعني. الحمد لله بعد ما عملنا السلطة وضفت لها اللبن يعني غداء هيك بسيط وسهل. وهون صارت طبختنا كمان بالفرن استوت منيح نهنهيت منيح. هذا الشكل النهائي. تفضلوا صبايا. وبعد ما أكلنا الحمد لله وشلنا السفرة هيك ودملمنا وجلينا الجلي فأنا نغير روتين اليوم. ونحن على فكرة يعني بنتغدى متأخر يعني الساعة 6-7 هم بكون غدا هم بكون عشاء يعني. فقلت أعمل فنجان قهوة هيك وبعد ما جليت الجلي ونظفت البيت فقلت هيك نشرب قهوة على رواق
ونتفرج على شي مسلسل بعد يوم هيك تعب وطبخ وتنظيف، وهذا روتيننا اليومي يعني. إذا حبيت الفيديو وعجبكن، ريحة القهوة هون عن جد كانت معبية المطبخ، ريحة طيبة كتير. وإذا عجبكن روتيني اليوم حبيتوه، يا ريت ما تبخلوا علي بلايك واشتراك. بحبكن كتير، وباي باي، بشوفكن بفيديو جديد.